وبيروحوا كلهم على السايبر وبيستخدموا الأجهزة والجنريتور الألماني اللي عصام جابه عشان يعدنوا. لكن في وسط عملية التعدين الجنريتور بيتحرق والدنيا كلها بتضلم، وطبعا دلوقتي مفيش قدامهم غير عملية تهكير شركة الأدوية اللي بتشتغل في التعدين. وبيعملوا خطة، بيروحوا العمارة اللي فيها شركة الأدوية. عصام بيشغل بتوع الأمن، وندى بتعمل نفسها حامل، وحسن بيهكر الكاميرات وبيدخل العمارة مع ندى ويطلعوا فوق. ندى بتشغل الموظفين اللي في الشركة، وحسن بيدخل أوضة الأجهزة وبيحط فلاش عليها فيروس ويسرق كل بيانات الشركة والبيتكوين ويهرب. وبعدها ندى بتكلم الشخص المسؤول عن الشركة، بيكون اسمه فادي، وبتطلب منه $1,000,000 مقابل إنها ترجع له البيتكوين. وساعتها بيحاول يهددها، لكن هي بتوقفه عند حده وبتفهمه إنه لازم يسمع كلامها عشان ما يحطش نفسه في موقف صعب مع عملاء شركته. وبالفعل بيستجيب ليها وبيحط لها الفلوس في المكان اللي قالت عليه، وبتروح تاخد الفلوس وتحاول تمشي لكنهم بيخطفوها. وحسن بيكون مراقب من بعيد وبيكلمهم، بيقول لفادي ينزل ندى من العربية وهو بعتله البيتكوين، وفعلا بينزلها وحسن بيبعتله البيتكوين. لكن بنلاحظ ان هاني السني واقف مستني ندى، وهي فعلا كانت رايحة تديله الفلوس، لكن حسن بياخدها وبيمشوا والعصابة بتجري وراهم لحد ما بينطوا فوق سور فيلا عشان يستخبوا فيها، وبيتفاجئوا براجل عجوز ماسك بندقية وبيقول لهم انتوا مين؟ وده بيكون اشرف عبد الباقي اللي بيقوم بدور عزت الشايب. وهنا بيتجمع الولد والبنت والشايب لأول مرة. وبعدها عزت بينادي على ندى وبيقول لها تعالي يا هانيا، وبيفتكرها هانيا حفيدته اللي كانت مسافرة، وبيدخلهم البيت ويدخلهم أوضة المكتب ويقفل عليهم لأنه عنده زهايمر. وفي الوقت ده هاني السني بيكون بيدور عليهم، ورجالة فادي كمان وعصام صاحب حسن كلهم بيفقدوا أثر حسن وندى. وهاني السني وصل عند الفيلا اللي جنب فيلة عزت، وبيحاول يبص من ورا السور والغفير بيشوفه وبيحاول يمنعه إنه يطلع على السور، لكن هاني بيشتبك معاه وبيضربه بحاجة كانت في إيده والغفير بيموت. وهاني السني بيهرب بسرعة، وساعتها رجالة فادي بيشوفوه بيصوروا العربية. وعصام بيكون قلقان جدا على حسن لأن حسن وندى قفلوا تليفوناتهم. وبنلاحظ إن حسن وندى اتحبسوا في أوضة المكتب، وكانوا مش عارفين الراجل ده هيعمل فيهم إيه، لكن ما كانش عندهم حل غير إنهم يقعدوا عنده لحد ما الدنيا تهدى. والحكومة بتوصل عند مكان جريمة القتل، وعصام بيروح ويشوف الزحمة وبيسأل وبيعرف إن في جريمة قتل، وبيخاف على حسن لحسن يكون حصل له حاجة. وفي الوقت ده بتوصل واحدة اسمها أم إبراهيم وبتقول إنها شغالة في الفيلا اللي جنب جريمة القتل اللي هي فيها عزت. يعني ممكن كده إن عزت مش عايش لوحده. يا ترى هتعمل ايه لما تدخل تلاقي 2 ولد وبنت عند عزت؟ وفي الوقت ده عزت بيفتح لهم باب المكتب وبيطلعهم عشان يفكروا معاه، وبنلاحظ انه عنده زهايمر وفاكر ان ندى تبقى هانيا حفيدته، لكن مش عارف مين حسن. وبيسأله انت مين؟ حسن بيقول له انا حسن جوز هانيا او خطيب